يسعد أوقاتكم حبايبي، وإن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية. اليوم رجعنا بوصفة جديدة، سباجيتي باللحمة والخضار. يلا مع بعض لنشوف الطريقة. لا تنسوني حبايبي من الفولو واللايك والشير والإكسبلور. حطيت أول شي سمنة، وطبعا بنحتاج بصل. أنا البصل فرمته على الهاند بلندر مثل ما لكم شايفين، لأني كنت مستعجلة وبدي طريقة سهلة، وهي الاسباجيتي بطريقة سهلة وبسيطة. بستناه شوي لياخد لون، وبعدها بنزل الفليفلة. كمان أنا الفليفلة حطيتها على الهاند بلندر مثل ما لكم شايفين حبايبي. وعندي جزر، قطعت جزر، وهلا بقليهم كلهم مع بعض. وبعدها بنزل اللحمة وبقليهم كلهم مع بعض. أكلة سهلة وبسيطة وسريعة. وهلأ هون ابني عم بيساعدني، الله يرضى عليه. تعرفوا الأولاد يحبوا الاسباجيتي كتير. البهارات عندي في 7 بهارات: قرفة، أوريجانو، ريحان، بودرة الثوم، بودرة البصل، ومكعب ماجي. وطبعا سر صلصة الاسباجيتي هي البهارات. أنا ضفت الأوريجانو والريحان والماجي، عطاها طعم ولا أطيب. عن جد صدقا فرقت معي 100% الطعم. أنا ضفت ريحان وأوريجانو، عطاها طعم ولا أطيب. وطبعا حبايبي لا ننسى الملح. من ملح، أنا حطيت تقريبا معلقة صغيرة ملح، ومنحرك. وهلأ حبايبي حطيت معلقة دبس فليفلة أو معجون دبس الفليفلة مثل ما لكم شايفين. أنا حطيت معلقة لأنه شوي حدة، فيكم تحطوا أكتر معلقتين إذا تحبوها سبايسي. لا، إذا تحبوها بدون سبايسي معلقة كافية. شوفوا كيف المكونات كيف اختلطت كلها مع بعض. وهلأ أنا قطعت تقريبا 5 أو 6 حبات طماطم أو بندورة، وحطيت معاهم 3 معالق معجون الطماطم، وخلطتهم كلهم بالهاند بلندر. وهلأ حبايبي بخلط المكونات كلها مع بعض. شوفوا الألوان والريحة والبهارات، صدقوني اعتمدوا هاي الوصفة وما بتندموا. طبعا وأنا ضفت كاستين مي، وبخليهم على نار عالية حتى يتسبكوا كل المكونات مع بعض. وهون شوفوا كيف ما شاء الله بلشت تتسبك. ويلا لنسلق المعكرونة مع بعض. طبعا سر من أسرار سلق المعكرونة هو أنا حطيت مي وملح وزيت نباتي، وإضافة مكعب ماجي مع مية سلق المعكرونة. عطاها نكهة وطعم والله لذيذة لذاذة غير شكل. هون أنا عم أسلق المعكرونة. وبعدها حبايبي بنحط السباجيتي فوق الصوص الأحمر مثل ما لكم شايفين. شوفوا كيف ما شاء الله السباجيتي ولا ملزقة مع بعض. اتبعوا هاي الطريقة والله ولا أطيب، وما بتندموا. وهلا حبايبي هيك صارت السباجيتي جاهزة. شوفوا كيف الألوان والطعم والله خيال. شوفوا كيف حتى السباجيتي مثل ما خبرتكم ولا ملزقة مع بعض. هلا عم صبها بصحن التقديم طبعا. وهيك حبايب قلبي خلصت وصفتنا لليوم. ما أخذت معي والله ربع ساعة. بتمنى تكون عجبتكم. وطبعا جنب السباجيتي لازم المخلل
مخلل الخيار ومخلل الفليفلة. ولازم جنب السباجيتي عيران أو لبن مروب. وهيك حبايبي كانت أكلتنا لليوم، بتمنى تكون نالت إعجابكم، صحتين وألف هنا. ولا تنسوني حبايبي من اللايك والشير والكومنت والمتابعة. اشتركوا بقناتنا جولي كيتشن، والله بتسهل القلب. شكرا يا ماما، أنا بحبك كتير، أحسن فيديو في العالم.